السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف الحال اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم غنديروا بريوش اللي غيكون غني بالشوكولاته اولا بلي بيبي شوكولا، شي حاجه اللي غتعجب الكبار وحتى الصغار في نفس الوقت. كذلك غنعتمدوا على واحد الحلابياج في الوجه ديال البريوش، طريقه جديده زوينه وفي نفس الوقت سهله بزاف. خذوا الفيديو جربوه ان شاء الله، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. وكيف العاده قبل ما ندوز للمقادير وطريقه التحضير ما تنساوش لوبجيكتيف ديالنا ديال 100,000 بغينا نحققوه ان شاء الله قبل رمضان. هادشي علاش غنقول لكم نديروا اليد في اليد، بارطاج ولي كومونتير وحتى لي لايك ضروري، باش هكا كنعطيو فرصه للفيديوهات ديالنا انهم كيدوزوا الناس وحدين اخرين وكيستافدوا منها. فيديو زوين بزاف، خليكم معايا. فنبداو على بركه الله. اهم حاجه نضبطوا الغراماج ديالنا يكون اكزاكت، ياك هنا عندنا 145 غرام ديال الحليب ديالنا اللي تيكون غير دافي ماشي سخون. كنزيد عليه 8 غرام ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، كنخلطهم كنخليهم على جنب واحد الدقيقه. كندوز للعجانه او الزلافه اللي غادي نعجن فيها اللي بغيتو، اللي في المتوفر ديروه، غير المهم طبقوا لي التكنيك اللي غنعطيكم باش البريوش ديالكم يجيكم خفيف من الداخل ويجيكم زوين. كندوز للعجانه، درت دقيق 325 غرام ديال الدقيق، زدنا عليه بيضه كامله، نص معلقه صغيره ديال الملحه، 50 غرام ديال السكر. البنات المقادير مضبوطه حيت الكميه السوائل اللي عندنا غتجمع لينا بالضبط هاد الكميه ديال النواشف اللي كاينه، ما غنزيدو ما غنقصوا عليها. كنضيفوا عليها داك الخليط ديال الخميره الفوريه مع الحليب. كنخلي كلشي حتى كيتعجن مزيان. اللي عندهم العجانه يعاونوا بلا سباتول باش كنجمعوا المكونات بسرعه، ودائما السرعه اللي كنعجنوا بها كتكون سرعه اللي هي متوسطه. صافي الناس اللي غيعجنوا بيديهم، فكنحاول ما امكن نخلط في الاول غير بشويه، من بعد عاد كنعطيها الدلك. خاص العجينه ديالي تكون مرخوفه وما كتلصقش في الجناب ديال الزلافه اولا في اليدين، تكون مرخوفه بحال هكا ولكن ما كتلصقش في اليدين وما كتلصقش في الزلافه. صافي هنا من بعد ما دلكنا العجين ديالنا الدلكه الاولى، شوفوا كيفاش كيكون. غادي نزيدوا 33 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. حبذا لو استعملنا زبيده تكون زوينه باش تعطينا المذاق زوين، لان البريوش راه هو الزبده، هو داك لوغو ديال الزبده اللي تيكون فيه. زبيده من اصل حيواني. كنعاود نخلط كل شيء مره اخرى، ودائما على واحد السرعه اللي كتكون متوسطه حتى كتنسجم داك الزبده. من الافضل الزبده ديالنا نقطعوها مكعبات صغيره باش كتنسجم مع العجين بسرعه بلا ما تاخذ لينا وقت طويل. ودائما على واحد السرعه اللي كتكون متوسطه. كيف ما شفتوا معايا انا الغبو ديالي راني دايراه في الجوج، راه غير حيت كدور بسرعه بسرعه الفيديو باش ما يجيكمش طويل. دائما العجينه ديال البريوش ديالنا حتى كتبدا كتنفالت لينا مع الجناب ديال الزلافه كنعرفوها راها واجده، وطبعا ما تكونش كتلصق، هي كتبان لينا خفيفه مي ما كتكونش كتلصق في اليدين بصفه نهائيه. غادي نغاكلي الجنيبات ديالي وغادي نزيد لي بيبي شوكولا 100 غرام من حبيبات الشوكولاته نوعيه جيده باش ما كتحرقش لينا في البريوش وكتعطينا داك المذاق ديال الحلاوه كيجي طاغي بزاف. فالشوكولاته تكون نوعيه جيده، ونختاروا داك الحبيبات اللي تيكونوا صغيورين كيجي المنظر ديالهم في البريوش اكثر من رائع بصراحه. شوفوا راه المواد الاوليه كتلعب دور كبير في الريزولتا فينال ديال الحاجه. كنزيدوا الشوكولا، كنعاودوا نحركوا من جديد باش لي بيبيت كيجيونا موزعين بشكل جيد في العجين. اجي نقولوا لي شنو بان لكم شي بريوش فايتين ان شاء الله من مور هذا، تتخليوها ليا في التعاليق الا كنتم مهتمين. وحتى اللي باقي عنده مشاكل في لي طوغ اولا في الفيطاج ما كيعرفش يدير لي طوغ ديالو، راه جاي رمضان ان شاء الله غنحتاجوا لاباط فيتي بزاف. يعني هادشي راه ما خصوش يبقى اشكال، مادام كتفرج فيا هادشي راه صافي خاصك تجمع وتطوي مع لاباط فيتي وديرها في الجيب ان شاء الله بحول الله. ما علينا، هنا خدينا العجين ديالنا من بعد ما جمعناها، واحد زلافه كندير فيها شويه ديال الدقيق، رشيشه خفيفه، سلوفان الثلاجه ليله كامله. من الافضل الا بغيتوا البريوش يعطيكم نتيجه زوينه كنتو مزروبين 3 ديال السوايع حتى ل4 بحال درت انا، و فاصونيتهم مباشره بلا ما نديغازيو لاباط ديالنا. نحاولوا ما امكن غير نعطيوها الطول باش اننا نقطعوها كويرات صغار. غادي نخرج 16 كره بما اننا غنستعملوا الكادغ ديال 18 و4 سنتيم في العلو، كويرات صغارين بلا ما نزيرهم، حيت لا زيرنا كيتشقق لينا البريوش في الوجه ديالو من تيكون في الفران، فنلولبهم بحال كنلولب الخبز بلا ما نزير يديا. صافي كنوجد الكادغ ديالي دهنته بشويه ديال الزبده، نغلف اللاطه ديالي بورق ديال الزبده حتى هو، وكنبدا ننزل الكويرات ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا. كنخليهم غير على سطح العمل، نغطيهم بالسلوفان اولا بشي بلاستيك غذائي اولا غير منديل يكون نقي. كنخليهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. الناس اللي عندهم فران بحال ديالي سيزيام سونس ويربول، راه عندكم الخماره استغلوها، ديروهم يخمروا ما كياخذوش وقت طويل بصفه نهائيه. غادي نخليهم يختمروا وندوزو نحضروا لا دوغور ديالنا اللي فيها بيضه كامله، 3 القطرات من الحليب اولا شي شويه ديال الحليب،
وكناخذ رشيشه ديال الملحه، كنحرك كلشي مزيان مزيان وكنخليها على جنب حتى كيخمر البغيوش ديالي. دابا غادي ندوزو نحضروا لا فينيسيون ديال الدقيق مع الماء اللي كتعطينا داك لابياج اللي كيف ما قلت لكم كيعطي منظر زوين لهاد البغيوش. كناخذ 33 غرام اولا 30 غرام ديال الدقيق مع 30 غرام ديال الماء وكنخلط مزيان مزيان. صافي خلطو مزيان مزيان بحال عندنا شي كلاصاج غويال. كندير في البوش، انا ما عنديش بوش دات بلاستيك غذائي، وكنخليها في الجنب. صافي هنا كنبدا كندهن البغيوش ديالي بداك الخليط ديال البيضه كامله مع الحليب مع الملحه. فهاد الاثناء كنكون درت الفران ديالي يسخن على درجه حراره 160 من الفوق ومن التحت بلا ما نستعملوا المروحه. ما ندخلش البغيوش حتى الفران ديالي يكون سخون مزيان مزيان. صافي الناس اللي عندهم فران غازي حتى هما درجه الحراره اللي تكون متوسطه ماشي مجهده باش البغيوش كيطيب من الداخل وكتعطالو داك الفرصه انه كيطلع وكيجي مصوف من الداخل، يعني ما كيجيناش مدقس. انا خدا ليا 40 دقيقه ديال الطياب على 160 درجه. كيف ما قلت لكم ما استعملتش نهائيا المروحه، خليته حتى تحمر من جميع الجوانب، عاد خرجته خليته حتى برد، زولناه من الاطار وكنقدموا بالصحه والعافيه. يمكننا نزيدو ندهنوا الوجه ديالو بالناباج اولا بعسيله باش كنزيدو نعطيو البغيوش ديالنا داك اللمعه، سينون كتخليوه كيف ما هو كيجي اكثر من رائع. جربوه بالصحه والعافيه وما تنساوش تبارطاجيو معايا التطبيقات ديالكم كيف العاده عبر منصات الانستغرام. ما تنساوش اللايك قبل مغادرتكم للفيديو. الى فيديو اخر بحول الله، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، الى اللقاء.